الحالة راهي مش مليحة، يعني مستغرب كيفاش إنسان كيما ناصر الجن يولي مدير الأمن الداخلي. اللي لازم نقولوا أنه هذا التعيين هذا ما جاش هكذاك برك. كلكم مش سمعتوا واش قال تبون هذاك؟ لا لا لا، ناصر الجن لما تلاقى به في العيد قال له وجد روحك. فكانت الأمور تما، كان هذاك ميساج للجماعة في الحقيقة، جماعة معينة بعث بها بالتبون باش يقول باللي ناصر ولا ديالنا. ناصر الجن هذايا اللي تكلمنا عليه بزاف، واللي قلنا انه اللي جابه من اسبانيا وين كان عايش، وين كان وهرب من 2015 2017 هكذاك، هرب لاسبانيا وين كان عايش لتماك، وين عنده الاملاك نتاعو وعنده البزنس نتاعو. المهم هرب لتماك، ولكن جابوا قايدي، يعني جابوا شنقريحه بالتدخل نتاع قايدي كما حكينا يعني في فيديو قبل، وقلنا انه شنقريحه هو اللي عزم، وهو اللي حماه باش يولي يعني في الامن الداخلي. لما جا ناصر الجن، الجماعه القدم كامل اللي كانوا يخدموا تقريبا كامل اللي كانوا يخدموا معه في بن عكنون، كل واحد اتصل به وقال له لازم تجي تخدم معايا كذا وكذا، وعندنا صلاحيات جديده، وعندنا المهم عندنا مهمه جديده. اللي اتضح مع الوقت انه شنقريحه لما عيط ناصر الجن، عيط له باش يلجم او يكسر الحراك باش يخدم الخدمه نتاعو. على كل حال الخدمه نتاعو اللي هي يعني القهر، واللي هي الارهاب والترهيب نتاع الشعب. وهذاك اللي كان، اللي حتى اصبح في اليوم بعد الغياب نتاع مجدوب، ربي يشفيه، للمرض نتاعو راه بين قوسين، لانه الابعاد نتاعو ما كانش ابعاد طبيعي. فاللي حبيت نقوله انه الجماعه نتاع التبون، الجماعه نتاع فرنسا، لانه فرنسا هي اللي باركت التعيين نتاع ناصر الجن. الجماعه هادو راهم عارفين واش راهم يديروا، لانهم لازم وحابين عازمين باش يجوزوا هذه العهده الثانيه باي ثمن كان. علاش؟ لانه العهده الثانيه هذه كما قلنا من قبل عهده راح يتقرر فيها مصير فرنسا في افريقيا كلها، لانها خسرت عده بلدان في افريقيا، وما لازمش تخسر الجزائر، لانه الجزائر بالنسبه لها هي الروح، هي عرق الحياه.